السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض السمك الجميل المقرمش المحمر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين لونه ذهبي ازاي وجميل، وكمان مقرمش جدا من بره زي ما انتوا شايفين كده، وكمان مستوي جدا من جوه. وهقول لكم ازاي نحمر السمك في الزيت من غير ما الزيت بتاعنا يتبهدل ولا يتحرق، مع اننا عفرناه بالدقيق وما نزلناهوش في ميه ولا اي حاجه. تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتستفادوا جدا من الفيديو دوت. هقول لكم على تريكات وحركات كده تطلع السمك معاكم مقرمش وفي نفس الوقت من غير ما الزيت بتاعنا يتحرق. بس تابعوا الفيديو للاخر. قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. هيكون معايا هنا يا جماعه واحده طماطم، وكمان عندي هنا شبت وبقدونس، شويه قليلين من الشبت وشويه قليلين، يعني نص ربطه من دي ونص ربطه من دي تقريبا كده. وعندي كمان قرن فلفل، قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي. اما حابه تستخدمي الاتنين رومي براحتك خالص، حابه تستخدمي الاتنين حامي برضو براحتك. وكمان هيكون عندي ليمونه وشويه من التوم. من التوم شويه كده، يعني مثلا قد 4 5 فصوص توم، او على حسب ما انت حابه. برضو لو انت بتحبي التوم كتير في السمك شويه ضيفي. هقطع المكونات دي كلها كده وهنزلها في الكبه وهفرمها كويس جدا. انا عايزه هنا ناعمها، مش عايزه الخلطه بتاعتي دي تكون خشنه، عايزاها تكون ناعمه جدا عشان تلزق في السمك. قطعت بقى كده الشبت وحطيته في الكبه، وقطعت كمان الطماطم والليمون والفلفل، ودلوقتي كمان اهوت هضيف التوم. نفرم بقى المكونات دي كلها كده كويس جدا، وطبعا هننعمها كويس زي ما انا قلتلك في الاول. بصوا بقى يا جماعه، ضربتها لغايه لما بقت بالشكل دوت. طبعا التتبيله بتاعتنا هنا خضره، انا عايزاها بالشكل ده. لو انت مش حباها تكون خضره كده ما تكتريش الخضره، بس عامه هي لما بتكون خضره كده طعم الخضره بيبقى في السمك بيبقى حاجه جميله يا جماعه، والله العظيم بيبقى طعمه فظيع، وفي نفس الوقت مفيد جدا ومغذي لو عندنا اطفال وكده. السمك مع الخضار يعني احنا كده خدنا القيمه الغذائيه بتاعته كلها. وبعدين هنحيق الخضره بتاعتنا ديت، هنحط لها شويه من الملح، شويه من الكمون، شويه من الكزبره. طبعا مش هنضيف شطه لان احنا حاطين فلفل حامي. لو انت حاطه فلفل رومي ضيفي شطه. وكمان عصرت هنا ليمونه كامله. وبعدين بقى هروح مقلباها كده كويس واروح متبلها بيها السمك. بصوا بقى يا جماعه التتبيله بتاعتي عامله ازاي. هو ده اللي انا عايزاه دوت، القوام بتاعها والضرب بتاعها وكمان اللون اللي انا عايزاه. هننزلها بقى هنا في طبق او اي حاجه زي كده. وهنا كانت عادمه شويه فضفت لها شويه من الملح، وكمان احط لها هنا قد معلقتين من الخل. مش حابه تضيفي الخل او ما عندكيش خل استغني عنه براحتك خالص. على عامه يعني الخل هنا مش ضروري. قلبنا بقى الخلطه ديت وكده بقت جاهزه معانا. نجيب بقى السمك بتاعنا. شايفين بقى السمك انا مخليه راجل فاتحهولي سنجاري كده، يعني فتحه وفصله عن بعض خالص، نصين بالطول كده وفصله عن بعض خالص. وطبعا نضفته وغسلته كويس ونقعته في ملح وخل وليمون ودقيق، وسبته في النقع دوت حوالي مش اقل من 2 عشان بس ريحه الزفاره بتاعته. وبعدين بقى هجيب السمك بتاعي وهبدا ان انا اعمل فيه فتحات بالشكل دوت عشان بس يشرب التتبيله، وفي نفس الوقت يكون شكله حلو بعد ما اقليه. بصي بقى اعملي زي ما انت حابه، يعني انا حبيت ان انا اعمل فتحات بالطول كده. لو انت حابه تخليها مربعات عشان برضو يكون شكلها حلو لو عندك ضيوف او كده برضو براحتك خالص، بس عامه انا اكتفيت بالثلاث فتحات دول. طبعا الفتحات ديت انا عاملاها كده ومكبراها شويه عشان بس هنزل الحشو بتاعي فيها. بصي فتحي كده بالشكل ده، كل كميه السمك بتاعتك فتحيها بنفس الطريقه ديت، بس كده. وبعد كده بقى هنروح جايبين السمك بعد ما خلصناه فتحناه كله، هنروح جايبينه وجايبين التتبيله بتاعتنا، ونبدا بقى ان احنا نغلف السمكيه كلها بالتتبيله، ونروح حاطين كمان في الفتحات اللي احنا عملناها. بصوا كده هندعك السمكه كلها كده نغلفها كلها. وطبعا احنا منعمين التتبيله قوي فهتلزق على السمك، شايفين؟ هو ده اللي انا بقوله، مهما حرك في السمكيه التتبيله مش بتقع. ونروح حاطين كمان في الفواصل اللي احنا عملناها ديت. شايفين يا جماعه بالشكل ده.
ونروح سايبينها بقى وعاملين واحده غيرها ونحطها فوقيها لغايه لما نخلص الكميه بتاعتنا كلها ونحطها كلها فوق بعض. ممكن نسيبها في التتبيله ديت ساعتين وممكن ما نسيبهاش خالص، بس عامه كل ما سيبناها في التتبيله شويه كده من ساعه لساعتين بتدي طعم التتبيله، الخضار ده كله بيدي طعم في السمك، بيبقى طعمه ممتاز، بيبقى طعمه جميل جدا يا جماعه. هنغلف بقى بالشكل ده كده. بس كده لغايه ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها. كده انا هسيبها حوالي ساعتين في التلاجة، وانتي لو مش حابه او ما عندكيش وقت ممكن ما تسيبيهاش، بس انا عامه هسيبها حوالي ساعتين في التلاجة. هجيب بقى عندي هنا كوبايه من الدقيق او شويه من الدقيق عليهم معلقه من النشا او معلقتين صغيرين من النشا، يعني شوفي الكميه دي اللي انت هتحطيها قد ايه، ويعني كوبايه الدقيق ضيفي عليها معلقه من النشا، وكمان هنا شويه من الملح، وممكن تضيفي رشه من التوابل وممكن ما تضيفيش. انا هنا هحط شويه من التوابل بس، انت عامه لو مش حابه ان انت تحطي عليه توابل تاني براحتك خالص مش هتفرق، بس التوابل هنا هتطعم الدقيق برضو وتخلي الكفر اللي على السمكه من بره يكون حايق، هو الملح والتوابل. نقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. وبصوا هنا بقى الخطوه ديت اللي انا هعملها ديت هي اللي هتخلي الزيت بتاعك ما يتبهدلش ولا يتحرق. هنغلف السمكية ونسيبها على جنب، يعني قيمة حوالي ربع ساعة 10 دقايق كده، يعني مش هنسيبها كتير، بس عامة لغاية لما السمكية تشرب الدقيق او تخلي الدقيق حواليها ان هو يتبل ويلزق فيها على الاخر، ما يكونش يعني منطور منها كده، ما يكونش الدقيق بعيد من السمكية، لا انا عايزة الدقيق السمكية تتشرب الدقيق خالص لغاية لما يعني تبقى عاملة زي الكفر كده ان هي ماسكة فيه، بحيث ان هي نحس ان الدقيق على السمكية مبلولة. بصوا بقى احنا وبنغلف السمكية هنحط برضو دقيق في الفتحات ديت عشان تظهر كده وتبقى بارزة احنا وبنقليها. بصوا عفرناها كده كلها دقيق بالشكل ده كده، وبعدين بقى هسيبها على جنب. كلنا شايفين طبعا ان الدقيق هنا مش ماسك في السمكية، يعني ناشف عليها. انا عايزة الدقيق اللي على السمكية دوت يكون عامل زي اللي اكني مبلول كده، وهوريهولكوا دلوقتي. بصي غلفي بقى السمكية كلها بالشكل ده كده. وتكناها كويس وحطيناها على صينيه. رأي يا جماعه ان احنا لما نحط السمك على الصينيه ما نحطوش فوق بعض، لا نحاول نفرده كده ونحطه كله جنب بعض بالشكل دوت. بصوا بقى انا خلص الكميه بتاعتي واوريها لكم. خلصت الكميه سيبها 10 دقايق، وبعد ما سبتها ل10 دقايق بقى شكلها بالشكل ده، شايفين؟ نحس ان الدقيق كده بقى زي المبلول على السمكيه كاننا بليناها في ميه بالظبط، مع اننا ما بليناهاش ولا اي حاجه، احنا مجرد ما سبناها 10 دقايق كده كان الدقيق اتشرب في السمكيه، والتتبيله خلت الدقيق كده لين معايا، دوت اللي هيخلي الزيت بتاعك ما يتحرقش ولا يتملي دقيق ولا يسود ولا الكلام ده كله. هتقلي السمك وتطلعيه من الزيت كانك قلي بطاطس بالظبط. شايفين يا جماعه الزيت عامل ازاي؟ قاعد زي ما هو، وفي نفس الوقت السمكيه بتاعتي حمرت. طبعا هي الطاسه كانت عايزه ان انا احط واحده واحده مش اتنين، بس عامه انا عشان كنت مستعجله عليه بقى فبقيت احط اتنين. هقلي بقى كميه السمك اللي عندي كلها وارجع لكم تاني. كده خلاص بعد ما خلصت، شايفين السمك بتاعي طالع عامل ازاي؟ هنا كنت بوريلكم ان هو مقرمش جدا ومحمر جدا، يعني انا عامه كمان محمراه ومغمقاه في يعني مخليه التحمير بتاعه غامق شويه. لو انت حابه تطلعيه فاتح شويه عن كده دي بقى بتبقى اذواق وترجع لك انت. شايفين بس السمك بتاعي عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفه يا جماعه، طعمه وشكل كاننا جايبينه من بره بالظبط، كمان دوت ضامنين هو انضف واحلى من بره بكتير.
ودي بقى كانت طريقتي في السمك النهارده. شايفين مقرمش ازاي؟ انا كده يعني بحرك عليه الشوكه عشان بس تشوفوا القرمشه بتاعته من بره عامله ازاي. مستوي جدا من بره. طبعا احنا عشان فاتحينه نصين ضامنين ان هو مستوي جدا من بره وكمان مقرمش من بره جدا. شايفين الزيت عامل ازاي؟ الزيت مجرد ان هو يتصفى بس هتستخدميه في اي حاجه تاني. عامه مش اي حاجه يعني قلي بطاطس والكلام دوت، بس ممكن تستخدميه في قلي سمك تاني، ممكن ترجعي تعملي بيه الرز بتاع السمك، هتستخدميه في كذا حاجه تاني. بصوا يا جماعه، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. وباي باي.